السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده اليوم ال14. نزلت في المية فلاجيموكس للكوليستريديا. طبعا انا ما عنديش اي مشاكل الحمد لله في السبلة، ما عنديش اي مشاكل الحمد لله في السبلة. تلاقي مثلا ممكن تلاقي كده 1% اللي هي تفريغ الاعورين، يعني الحمد لله. طب انت نزلت ليه بقى طالما الدنيا عندك تمام؟ عشان حصل انقطاع في النور اليومين اللي فاتوا. انا كنت ممكن ما انزلش، بس انا حصل عندي هزه، فعشان ما يحصليش مثلا كوليستريديا تكون نشطت في الوقت بتاع الهزه ده، الحراره ارتفعت جامد، فعشان الكوليستريديا ما تكونش نشطت وتظهر معايا في عمر كبير وما يكونش يعني ما ينفعش انزل فيه مضاد حيوي، قلت انزلها وقائي، مش هيخسرني مش هيزعلني بحاجه. انا الحمد لله ايه الدنيا معايا تمام. الوقت النور قاطع معانا، درجة اللوحة فاصلة، كل حاجة فاصلة، الشفط فاصل. أنا فاتح الباب بتاع العنبر، فاتح والمولد، البنزين خلص، بس درجة حرارة الجو هي درجة الحرارة اللي أنا عايزها لكتاكيت، هي 28. الحمد لله مفيش هوا مباشر، يعني نسمة بسيطة خالص كده بتدخل أخيرا هنا كده. أنا وقفت بنفسي كده قدام العلافات هنا كده، الحمد لله مفيش هوا مباشر عليهم عشان ما يعملوش طشم يعني ونخش في حوارات تاني، وعشان ما كتمش عليهم. وبعت يجيبوا لي بنزين يعني ان شاء الله، وهندور الموتور دلوقتي واوريكم ايه لازمه او ايه فايده الموتور في الظروف الصعبه اللي زي كده. طبعا حصل موجه اليومين اللي فاتوا، موجه في الحر جامده. طبعا حصل انقطاع في الكهرباء بالساعات، فالحمد لله احنا في امان، واحنا في يعني الدنيا عندنا زي الفل، لان بسبب المولد، يعني بفضل من الله وبسبب المولد. طبعا الواحد في بداية مشواره بدأتها ب50 والحمد لله فضلت اكسب لحد ما وصلت العدد. بعد كده حصل انقطاع في الكهرباء في نفس يعني نفس اللي حصل امبارح. اول امبارح موجة في الحر وانقطاع في الكهرباء، سقوط مناعي بقى يا باشا. طبعا الموضوع اتكرر يجي 6 ايام ورا بعض ولا 5 ايام، والنور كان بيقطع بال6 ساعات. طبعا كان كاتمه، حتى لو كنت مربى في مكان غير كده ما كانش فيه اصلا هوا في المكان. كاتمه مع قله اكسجين مع كوليستريديا فضلت بطريقه عبيطه. جالي سقوط مناعي ونفق مني ومحققتش اوزان، والاي بي جالي في العمر الكبير، وطلعت بالدوره بمتوسط كيلو 600 ولا كيلو 800. انا حتى من الزعل ما حسبتش والله، انا يعني طلعت بمتوسط كام وزن، فكان بسبب الانقطاع التيار الكهربائي. فالحمد لله طبعا ما كانش فيه ولا جنيه في جيبي ان انا ابدا تاني، غير 6000 جنيه طبعا هم اللي بقيوا من راس مالي كله. فاشتريت بال6000 جنيه المولد، واشتغلت على دراعي اكتر من 6 او 7 شهور لحد الحمد لله ما بدأت الدورة تاني من اول وجديد، وقفت على رجلي. طبعا احنا ما عندناش حاجة اسمها يأس، اليأس ربنا حرمه في القرآن، مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها فشل. اي حد نجح الفشل ده انا بعتبره خطوات للنجاح، هو مش فشل، هي حاجات علمتك. الاعلام مش ببلاش، الاعلام بفلوس، واحنا اتعلمنا في الكتاكيت مع انه كان عندنا علم بكل حاجه، بس في بعض المعلومات تغاضيت عنها او تهاونت فيها. في بعض الحاجات او التركات في الفراخ بالذات، البيضه بنت اللذينه دي، لان مناعتها اقل من مناعه انس ابني، ما ينفعش التغاضي فيها خالص. فقلت بقى يا ابدا صح يا ما ابداش، لان انا كفايه انا خساره بقى لحد دلوقتي. وجبت بالفلوس مولد، والحمد لله بدأت الدورة تاني، على وقفت على رجلي تاني. بدأت الدورة اللي فاتت كانت 114، والدورة دي الحمد لله 150 والدنيا تمام، يعني في تقدم والحمد لله. يعني الواحد يعني خسر كتير، وان شاء الله نكون اتعلمنا من خسارتنا، وان شاء الله صبرنا. طبعا ما يئستش لان ربنا حرم اليأس. طبعا صبرت على المصيبة، ان عارف ان بعد الصبر بشرى، مفيش غير دايما بعد الكرب فرج، وجزات الصبر احسان. فانا قلت اخد ثواب الصبر واصبر، وربنا ان شاء الله يحتسب لي مصيبتي اجر ليا، وما يأسش لان ربنا حرم اليأس في القرآن بصراحة كده، ولا تيأسوا. وصبرنا الحمد لله عشان برضه ربنا امر بالصبر،
واطعنا الله، يعني اطعنا الله فيما قال. فالحمد لله الواحد، يعني الحمد لله والله. انا ما اعرفش انا وصلت كده ازاي، ما اعرفش اصلا انا اسست العنبر ده ازاي. ده الموضوع كله جه توفيق. طبعا قبل ما المعنبر ده يتنفذ انا كان ليا سنتين بخطط بس كده ومش عارف يعني اعمل حاجه. كان الفلوس فلوس شغل، كان اللي جاي على قد اللي رايح. والله يعني يعني لما قربت لربنا اكتر حاجه اكتشفتها حلو قوي، ان ذره توفيق من ربنا، ذره توفيق بسنين خطط. يمكن تقعد 50 سنه تخطط لحاجه كده وسنين، ممكن ربنا يوفقك. يعني البطارية زي ما حكيت لكم في الفيديو اللي فات، تاجرت في البطاريه، يسر لي التجاره، يسر لي المشوار، يسر يعني كل حاجه اتيسرت كده لحد ما عملت العنبر. المولد انا ما كنتش لاقي مولد خالص ب6 آلاف. ده ما كانش في مولد ب6 آلاف خالص. سبحان الله، ده وقع قدامنا ب4 ب4000 جنيه. وعملنا فيه صيانة مش عارف صرف زي 200 جنيه تاني، وجبنا بالباقي سلوك ولمض. وقلت بقى خلاص على كده انا هقف تاني على رجلي. الحمد لله زي ما قلت حصل، وزي ما توقعت في الله وظننت في الله صدق. فالحمد لله. ابدأ، لو خسرت ابدأ تاني، ما تيأسش، ربنا حرم اليأس. ابدأ، يمكن خسارتك دي ربنا بيمتحنك عشان في خير اكتر واكبر واكتر، يعني خير كبير جاي ليك. فربنا حب يمتحنك بامتحان، يعني يبتليك امتحان ليك عشان يديك حاجة احلى وحاجة اقوى بقى ورزق. فحب يمتحنك بامتحان صبر. انت ما صبرتش ويئست، خلاص هو قالك ما تيأسش وحرم اليأس، انت ليه يئست؟ فابدأ، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب سلمها لله. وعمر ما حد رفع ايده لربنا، بالذات لما تكون بتاكلها حلال وربنا خايب ظنك. بس محتاج تصبر، انت مش معاك مصباح سحري او انت في الجنة كن فيكون يا رب انا عايز كذا خلاص هتتعمل لك في ساعتها. لا، اصبر. في حاجة اسمها صبر، في حاجة اسمها صبر. يعني احنا في الدنيا هنا دار بلاء ودار كبد، لازم تجابد فيها. الجنة تقول حاجة ربنا يعمل لك في ساعتها، انما هنا لازم تاخد بالاسباب. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان بياخد بالاسباب، اعقلها وتوكل. فابدأ، ولو حصل لك مصيبة اصبر على مصيبتك، وعشان جازات المصيبة بعد كده خير، جازات صبرك بعد كده خير. نتيجة الفشل تعلم، ونتيجة التعلم نجاح وتفوق. ابدأ وما تخافش وسيبها على الله، بس ركز، اقف على راس مالك. من ضمن الحاجات اللي خسرتني برضو ان كنت اروح شغلي واسيب الحاجة دي. ما كانش فيها مولد، كان نور يقطع، على حنفية تتنسي تتفتح، على مش عارف ايه يعني. كان واجب ان انا اعلم ام انس الصراحه تربي، والحمد لله علمتها وهي ما شاء الله استجابت بسرعه في التعليم. انا كنت في الشغل حاليا، جيت لقيتها النور قاطع وهي مدوره الموتور، ويا دوبك انا جيت بعدها ب10 دقايق الموتور فصل خلص بنزين يعني. فالحمد لله يعني مسانده معايا جامد، واقفه في ظهري. وربنا يعني يا رب يجعله في ميزان حسناتها، لان هي تعبت وشيت معايا بصراحه، بالذات في الايام اللي فاتت دي. فاي حد ما تسيبش مالك وتمشي وتسيبه وتروح شغلك وما تعرفش هو ايه اللي بيحصل عنده. لازم يكون في حد امين عليه، لازم في حد بيحط ميه، لازم في حد بيحط اكل، لازم في حد يراقب درجات الحراره مكانك. انت مش سايب بزرايه وسقيتها شط ميه وتسيبها تيجي تلاقيها طلعت، اصل ده مش زرع، ده علم، ده مجال واسع. فما يعني اقف على راس مالك يزيد، دي حطها قاعده كده في راسك. اقف على راس، يوم ما تسيب راس مالك وتمشي تروح شغل تبقى ضامن ان راس مالك يعني هيدار بشكل سليم زي ما انت ما بتديره. واشوفكم على خير الحلقه الجايه. صحيح نزلنا 12 ساعه فلاجيموكس للكوليستيريديا، نزلناه على سقوتين، سقوه 6 ساعات وغيرنا الميه. طبعا انا حاطط على قد ال6 ساعات الحمد لله شربوه، وسقوه 6 ساعات 12 ساعه. ال 12 ساعه التانيين يا ابو انس هحط احماض امينيه وبكتيريا نافعه. طب ما المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا النافعه، مش مهم يقتلها تغور في داهيه، انا مش عايز بكتيريا نافعه. المنتج اللي معايا في رافع مناعه، انا عايز منه الرافع مناعه. في انزيمات هضم، انا عايز انزيمات الهضم عشان الزرق لو في اي علف غير مهضوم يعني يقوم لي بالواجب. احماض الامينيه فيها فيتامينات، الاتنين فيهم الف د 3، قصدي الاحماض فيها الف د 3 وهي سيلينيوم ولايسين وميثيونين، مجموعه فيتامينات انا محتاجها. انا بستخدم حاليا، اي حد بيستخدم طبعا مع المضاد الحيوي المعروف يعني والمتعارف عليه والشائع بتاع ده
مضاد حيوي، ووراه على طول الف د 3 او سيلينيوم اي او اي رافع مناعه، واخر حاجه بيكون في غسيل كلى ومنشط كبد اخر ساعه بعد المضاد على طول. انا كذلك الامر بعمل كده، بحط رافع مناعه. ايه هو الرافع المناعه؟ الاحماض الامينيه، لان فيها مجموعه فيتامينات الف د 3 وهي سيلينيوم، فيها فيتامينات كتير وبي والبروبايوتيك في روافع مناعه. وفي اللهم صل على محمد يعني انزيمات هضم. فانا عايز منه الفايده دي، انا مش عايز بكتيريا نافعه تغور في داهيه، هدي تاني بعد ما انزل، بعد ما اخلص الجرعه بتاع الكوليسيريا، وهاخد بكتيريا نافعه. انا واقف على الشويه اللي هديهم له عشان يقول لك ابو انس البكتيريا النافعه المضاد الحيوي يقتل اي حاجه، ما يقتلها، انا مش عايزها. انا عارف ان هو هي كده كده تتقتل. فانا مش بالغباء دي يعني هحط وارمي فلوس في الارض. المنتج لو بروبيوتيك بس مش هنزله، لكن المنتج انزيمات هضم معايا، المنتج في رفع مناعه معايا، الاحماض الامينيه، فيتامينات معايا. فعشان كده بنزلهم ورا المضاد الحيوي. اخر يوم في الثلاث ايام هيكون برضه بروبيوتيك واحماض امينيه، والمقابله ليها والمقابل ليها هيكون غسيل كلى ومنشط كبد. طبعا ان شاء الله هيكون يبقى هندخل في العشرينات. طبعا ولا خلينا واحده واحده عشان محدش يتلخن، عشان بتكتبوا ورايا. لكن لو البروبيوتيك ما فيهاش رافع مناعه وما فيهاش انزيمات هضم وهي بكتيريا نافعه بس، ما تنزلش. نزل اخر يوم. فانا ده عشان انا كده نزلت البروبيوتيك، لان انا عارف ايه اللي فيه وبيعمل ايه. واشوفكم على الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو انس.